اليوم بنط في الزمن اللي ورا شوية، الكويت الماضي، يعني البساطة والنية الصافية والناس الطيبة، زمن أهل الطيبين. إحنا اليوم موجودين في تغطية خاصة لديوان بوغماز وندوة لضيافة دكتور عبد المحسن جار الله الخرافي عشان نتكلم عن أهمية التوثيق وروح المبادرة في كويت الماضي. أنا لله الحمد أقتني كل كتاب فيه تراجم كويتية. دكتور عبد المحسن من الناس اللي تعبوا في توثيق تاريخ الكويت، ما اكتفى بالكتب الرسمية ولكن راح وراء القصص وروايات وتجارب الناس اللي عاشوا وصنعوا هذا الوطن. عشان كذي يعطيهم العافية ديوان بوغماس على استضاف مثل هذه الشخصيات اللي نفتخر فيها. على سبيل المثال أذكر أن يعني أول برنامج أنا استمعت له وتعرفت على الدكتور من خلاله، وهو كان برنامج مربون من بلدي، والذي كان يبث عبر أثير إذاعة دولة الكويت. من وين يتك فكرة التوثيق من الأساس؟ الحمد لله، لما كنت عميد كلية التربية الأساسية، أول عميد بعد التحرير، كان مهمتنا إعادة الإعمار، فأضفت لإعادة الإعمار المادي اللي خصصت للدولة ميزانية مجزية البعد التربوي والمعنوي لإعادة الإعمار، فانقدحت في ذهني ولله الحمد فكرة مربون من بلدي. بينما التراث هو الإرث، من اسمه تراث الأمة، وكل ما له قيمة باقية من عادات وآداب وعلوم وفنون، وينتقل من جيل إلى جيل لأنه يورث. ودكتور، إذا تكلمنا عن يعني شلون قدرت توصل حق كل هالتفاصيل من القصص والروايات في كتابك؟ نعم. أنا لله الحمد أقتني كل كتاب فيه تراجم كويتية. ما أهتم في كثير من المواضيع لأن ما شاء الله بحر المكتبة، لكن التراجم. 2، كل المواقف، الكتب، المقاطع التلفزيونية، مقابلة إذاعية فيها مواقف وتراجم أجمعها. لا أتحرج من مقابلات مع كبار السن أو من سؤال واحد عن والده عن جده عن كذا، وهذه صراحة يسمونها زكاة الجاه. ما يخالف، عشان الكويت وعشان المعلومات الوطنية هذه الواحد يسأل ويطق البيبان فكانت فيها لله الحمد مثابرة ومصابرة. والحقيقة الندوة ممتازة جدا واستفدنا منها استفادة كبيرة جدا، والحقيقة وايد استفدنا كلنا. أنا كباحث استفدت والشباب اللي موجودين كلهم يعني استفادوا منها المحاضرة هذه. فاجتهدت أن يكون مجلد واحد، اللي يشوف أوله يشوف أتلا. فالشاهد لله الحمد كان أضخم كتاب هو أول كتاب. تأدي دور أساسي من أدوار الديوانية. الديوانية لها دور اجتماعي ودور ثقافي، والدور الثقافي ينشق إلى قسمين: قسم معلومات وقسم توعية. دعوة كريمة من أهل الديوان وشباب الديوان، جزاهم الله خير، في فعالية من فعاليات ديوان بوغماز يعني الأسبوعية كل يوم اثنين في منطقة كيفان. تكلم اليوم الأخ الكبير الدكتور الفاضل عبد المحسن جار الله الخرافي عن قصص أهل الكويت وتاريخهم وتوثيق التاريخ لكل أسرة مختلفة في شتى المجالات، سواء المجال التعليمي أو الاقتصادي أو التجاري. دكتور عبد المحسن من الناس اللي تعبوا في توثيق تاريخ الكويت، وما اكتفى بالكتب الرسمية ولكن أيضا راح وراء القصص والروايات وتجارب الناس اللي عاشوا وصنعوا هذا الوطن. يعطيهم العافية ديوان بوغماز على استضاف مثل هذه الشخصيات اللي نفتخر فيها. وانتم شنو رأيكم؟ تحسون أن الديوانيات لازم تستمر بهذا النوع من الندوات؟